السلام عليكم. هنعمل مع بعض النهاردة سمك مكريل في الفرن. هنعمله جميل جدا، طعمه احلى كمان من اللي بنشتريه من بره. يلا نبدأ الفيديو ونشوف عملناه ازاي. اول حاجة عايزين السمك بتاعنا نكون غسلينه كويس جدا ومصفيينه وجاهز على اننا نتبله. معانا للتتبيلة 10 فصوص من الثوم لكل كيلو من السمك. هنحط معاهم فلفل اخضر وشطة، ومعانا كمون، ومعانا فلفل اسمر، ومعانا ملح. عايزين تزودوا بهارات سمك هنحط. ومعانا كمان معلقة كبيرة من الخل، ومعانا عصير ليمونة او 2 زي ما نحب نحط الليمون، وبيدي مزازة وطعم جميل جدا. خلاص نقلب التتبيلة ونتبل السمك كويس جدا من بره ومن جوه، ونسيبه منقوع كده نص ساعة في التتبيلة بتاعته على ما نحضر الخضار. معانا بقى بصل، ومعانا فلفل اخضر، وممكن برضو نحط معاه شطة لو بنحب الحاجة حراقة، ومعانا طماطم، ومعانا كزبرة وشبت، ولو عايزين تحطوا كرفس كمان بيدي طعم جميل جدا مع السمك. خلاص وزعنا الخضار بتاعنا كويس. باقي التتبيلة بتاعتنا اللي احنا متبلين بيها السمك بناخد جزء منها كده ونتبل بيه الخضار بتاعنا، بيدي طعم جميل قوي. وهنحط له بقى رشة ملح ورشة فلفل ورشة كمون، يعني بنتبل الخضار بتاعنا. خلاص، وكمان انا حاطه زيت بس ما صورتش اللقطه بتاعه الزيت، فاحنا كمان بنحط زيت كده على وش السمك ونغطيه بقى وندخله الفرن على درجة حرارة 200، النار تكون عالية. وأول ما يغلي نحسب 10 دقايق ونشيل الغطا بعد ال10 دقايق، ونسيبه يتحمر تحت الشواية. بيطلع معانا جميل جدا بقى، مقرمش من بره وطري من جوه كده وجميل. وكمان احنا مش بنحتاج ان احنا نزوده مية، هو الخضار بتاعنا بينزل ميته وبيشربوا بقى من طعم بعض كده، وبيبقى جميل جدا. جربوا الوصفة وان شاء الله تعجبكم جدا، واشوفكم على خير يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله.